انا معاذ وانا جاي اخدك معايا في ايفنت تكني صامت في اسكندريه لمده 3 ايام. واللي ما يعرفش تكني هو اكبر ايفنت لرياده الاعمال في مصر وبيحصل في السنه مرتين. دلوقتي انا كنت باجهز ورايح الباص. دي كانت شويه عبثيات كده بتحصل في الباص عقبال ما نوصل في الطريق عشان ما نحسش بوقت الساعتين عقبال ما نوصل. ده ابو الفهد صاحبنا برضه، بس ما اعرفش هو بيعمل كده ليه. المفروض ان الاغنيه اللي شغاله كانت مخصماك، وده اخويا 100 اكس زوم على وشه. وصلنا مكتبه اسكندريه والمنظر الصراحه كان تحفه، كنت اول مره اروحها. وهنا كنا بنعمل ريجستريشن بس البوابه كانت زحمه جدا، وكان اول يوم زحمه جدا الصراحه. كانت لسه التوكس ما بقتش والاكتيفيتي ما بداتش، فقلنا نطلع نفطر. وهنا مستر سقا اجمل جرافيك ديزاينر في مصر، وده مستر بسام اللي كان الاورجنايزر ومظبط لنا الدنيا. وصلنا دخلنا تاني، وانا دخلت خلصه لمستر مدحت ياسين، ودي كانت رابع او خامس مره اخش له او اشوفه في حياتي، وهو من اجمد الناس اللي أنا بتابعهم وبحبهم جدا. دارت له في الميت اند جريت والناس كانت بتساله وهو بيرد على الاسئله. وهوبا دخلنا على احمد طارق، واكيد كلنا عارفين ان هو احد الشاركس اللي في برنامج شارك تانك ايجيبت. وهنا كان سمحت لي فرصه ان انا اقدر اساله اكتر من سؤال، والناس كانت بتساله وهو بيجاوبهم. هو الصراحه من اكبر رواد الاعمال في مصر، وانا حبيت المنتاليتي بتاعته جدا جدا جدا. ودي كان تاني مره اشوفه، قابلته المره اللي فاتت في رايز اب صامت. ودخلت لطارق وائل، والصراحه قال معلومات جامده جدا كنت اول مره اسمعها. وهو اتكلم عن انواع الديليجيشنز وازاي تفاوض في البيزنس بتاعك عشان ما يحصلكش ستريس. وهنا كنت اول مره اطلع النوته بتاعتي وابدا ادون وراه، لانه قال معلومات جامده جدا وكنت اول مره اسمعها. وهوبا دخلت على محمد ايهاب، وانا كنت اول مره اعرفه لكن قال معلومات كتيره جدا عن الانجل انفستور وازاي تبعت البيتش ديك بطريقه صح، وبدات ادون وراه. وهنا جوهينا كانت واقفه بوس وكانت بتوزع ايس كوفي وعصير. انا كان نفسي اوثق لكم بقى اليوم وايه اللي حصل، بس تليفوني فصل. فتابعوني عشان هنزل لكم ايه اللي حصل تاني يوم من تكني سامت، عشان حصل حاجات جامده جدا ما كنتش اتوقعها.